ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الشاورما السوري اللي الولاد بيحبوها وبيموتوا فيها، وبيجيبوها من بره باغلى الاسعار. طبعا ما بيبقاش مضمونه، ما بيبقاش طعمها حلو زي اكل البيت. النهارده ازاي هنعرف نتبلها تتبيله حلوه قوي، احلى بكتير من اكل المطاعم. تابعوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. انا بروح سوبر ماركت وبجيب منه نص شاورما زي ما انتوا شايفين، لحمه الشاورما، وبنزل عليها بربع كوبايه خل، ومعلقه كبيره ملح، معلقة كبيرة فلفل اسود، وهنزل عليهم بالبهارات بتاعة الشاورما السوري. يعني مش لازم اي شركة تعجبكم. في عندك نور في السوق، في فاين فودز، طعمها وريحتها تحفة. ده بقى السر اللي بيخلي الولاد يتجننوا على الاكل بتاع بره، هي التوابل دي. طيب هننزل كمان بشوية صويا صوص، يعني لو مش عندك مش لازم، مش هتقل عليكي، بس هو بيدي طعم حلو قوي خصوصا مع الشاورمات الفراخ واللحمة. هننزل كمان بمعلقتين زيت زيتون، وهننزل عليهم بحوالي ربع كوباية حليب. ما عندكيش حليب وما عندكيش خل، ممكن تنزلي عليهم بكوباية زبادي. في ناس كتير قوي بيتبلوها بزبادي. اللبن والزبادي بيدولها طراوة كده، وبتبقى غنية جدا وطعمها حلو قوي. طيب نبتدي بقى ان احنا يعني نقلبها كده عشان المكونات تختلط ببعض زي ما انتوا شايفين. طبعا الخل مهم قوي في اللحوم بالذات، لان هي بيخلي اللحمه دايبه خالص، وخصوصا لو انا نقعت التتبيله دي فيها فتره. طيب احنا هننقعها قد ايه؟ يعني مش اقل من ساعتين في التلاجة. هغطيها الاول زي ما انتوا شايفين كده، واحطها في التلاجة عشان ما تلقطش اي ريحه من التلاجة. تمام. وبعدين بعد ما اطلعها خلاص هي كده شربت. شفتوا حتى لونها اتغير ازاي؟ شربت كل التتبيله، ريحتها تحفه. هنبتدي دلوقتي نشوف ازاي هنسويها. يلا نبتدي بقى. هنجيب طاسة كده ونحط فيها يعني معلقتين 3 كده زيت، مش هنكتر. طبعا يفضل ان هي تبات في التتبيلة يعني من بالليل مثلا، لان دي هتخليها اللحمة تستوي اكتر. هننزل ببصلتين متوسطين، نديها كده يا دوبك لونها يتغير تشويحة كده في السريع، لونها بس يتغير يعني البصل يدبل. انزل كمان بطماطمتين كده صغيرين او وسط، اديهم كده تقلبتين بس عشان الحاجه يا دوبك تدبل، ما تبقاش باينه كده في الاكل صحيحه. عندي فلفل الوان انزل عليه، ما عنديش مش هتقل عليكي، ممكن تنزلي بفلفل اخضر عادي، بتحبيها حراق انزلي بفلفل حامي. شويه ملح وفلفل اسود، ومش هنكتر اكتر من كده، هي اصلا اللحمه فيها تتبيله كتيره. طيب هننزل بقى دلوقتي بالشاورما. طبعا التتبيله دي ممكن تتعمل كمان مع شاورما الفراخ، يعني لو عندي مثلا نص بانيه ولا حاجه اقطعه شرايح كده بالطريقه دي وانزل بيها، برضو الولاد بيحبوها جدا، يمكن بيحبوا الفراخ اكتر كمان من اللحوم. وطبعا اللحمه يعني مش هتقل عليكي واقول لك لازم تشتريها بلدي، في طبعا ناس ما عندهمش امكانيه انهم يشتروها بلدي، ممكن تشتريها مستورده من اي مكان تحبي من المنافذ بتاعه البيع، على حسب امكانيه كل بيت. هنزل بقى كمان بشويه تتبيله كده، صوص من التتبيله دي، وهدي النار على الاخر لحد اما الصوص ده يتشرب. يعني هياخد بقى معاكي على حسب كل بوتاجاز، هياخد معاكي ربع ساعة تلت ساعة لحد ما الصوص ده يتشرب وتستوي خالص. خلاص كده اللحمة بقت دايبة خالص، والريحة مش عايزة اقول لكم فظيعة. هنجيب بقى العيش السوري، احنا ممكن نشتريه جاهز، ممكن نعمله في البيت، طريقته سهلة جدا. انا عملت قبل كده معاكم عيش الكرب في البيت، هبقى انزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. شوية كاتشب، شوية مايونيز، وننزل بالشاورما، بالفلفل الالوان، بالطماطم، بالبصل. ممكن طبعا عندي شوية جبن، أي نوع جبن، ما عنديش مش مهم.
طبعا ممكن اعمل بدل اللحوم، ممكن اعمل بطاطس بنفس الطريقة دي، برضو ادب الخضار واحط البطاطس. وزي ما انتوا شايفين كده هنلفها اللفة دي زي بالظبط اللي بيلفوها بره في المحلات. هجيب بقى عندي الطاسة الجريلا دي بتاعت البرجر وبتاعت العيش السوري. مش عندي ممكن طاسة عادية تيفال ولا حاجة، ممكن ادهنها بس كده دهنة زيت بسيطة. شايفين خدت اللون ازاي؟ مش هتاخد وقت خالص اطلاقا، ويا دوبك بس العيش من بره يعني ياخد لون كده ويتشمع. هقلبها كده تقلبتين واحط باقي العيش. على فكرة يعني كمية اللحمة دي هتاخد كذا رغيف كتير، يعني هتاخد أرغفة كتيرة، هي مش هتاخد وقت. واصلا العيش كمان يعني ممكن انا اعمله في البيت، مش هياخد وقت، هو شوية دقيق وشوية مية وحبة ملح وخلاص، ممكن يضربوا في الخلاط كده بطريقة معينة وينزلوا في طاسة ويتعمل العيش ده في البيت سهل جدا، حتى مش لازم اشتريه من بره. هنعمله ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. الريحة طبعا ما اقولكوش خرافية، الولاد بيحبوا جدا الأكلة دي، وبدل ما بنجيبها من بره يعني بأغلى الأسعار احنا نقدر نعملها في البيت ونوفرها. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.